وقلت لك شهاداتي عن حمض اللاكتيك وشهادتي فيه مجروحة يا جماعة. سأتحدث نعم. بالفصحى عشان يفهمني غير المتحدثين، يعني يمكن ما يفهموا لهجتي. طيب نعم. أسمع، بالنسبة للنظر يعني أقسم بالله أنا استخدمته للبصر وأنا عندي ضعف شديد، يعني ناقص 10 درجات. لما آخذ الحمض، وفعلا أنا أخذته 3 أشهر. نعم. أخذته 3 أشهر متتالية ونفعني. أول شيء كان عندي حصوة تحركت والحمد لله أزال الألم الذي كان عندي ألم في الركبة بسبب وقع يعني طيحة. نعم. سقطت منذ أعوام، لكن أدى إلى أنه ما شاء الله نشط الركبة وأزال هذه الحصوة. ربما هي أزيلت، أنا أشعر بأنها ذهبت، يعني صراحة كيف كان في ألم كيف في الجنب حصوة؟ حسب أنت كيف أنت ما كنت حصوة لم تقول. نعم. كيف حصوة أين في الكلى أم في الركبة؟ لا، في المرارة أتوقع. أيوة في المرارة. يعني حصوة في هو الدكتور المرارة. قال لي، الدكتور قال تعايشي معها عادي، هي ليست مضرة، إنه يعني وجودها لا يضر، إنه لابد إنه أذهب وأعمل عملية، لا. قال يعني عادي نعم. إنه أنت تتعايشي معها، لكن أيضا تحركت ما شاء الله. وأيضا نعم. النظر والله يا جماعة، وتبييض الأسنان وألم الأسنان، يعني الوصفة. إذا أي أحد قال إنها ليست جيدة فهذا يكذب، أو إنه ربما في شيء عارض عنده جعله لا يرى الحقيقة، يعني صراحة. لكن أنا صحيح. عندي مشكلة يا أستاذ محمد، وطلب، يعني أطلب منك طلب، إنه أنت نعم. تحط لنا فيديو مثبت في جميع حساباتك نعم. بالمحظورات اللي هي عدم أخذ المكملات في نفس الوقت، ولا أي شاهي مثلا مهضم، أو إنك تأخذ الأدوية. لابد أن يكون هناك فرق 5 ساعات قبل وبعد للاستجابة أكثر، يعني الاستفادة من هذا الحمض أكثر. هناك يعني بعض الأمور لابد إنك أنت تراعيها، لو ما راعيتها ممكن ما يؤدي نفس المفعول. ولكن أنا أرى إنه هذا الحمض يعني من روعته، حتى لو إنك أخذته مرة في اليوم، لو إنك قطعته ورجعت له، فوائده تبقى، الصحة تبقى في الجسد. أنا والله تركته الآن، لكن رجعت ولم أخذ الخلطة الثلاثية. ليس شرطا إنه كل مين يأخذ الخلطة الثلاثية. وقال لنا أستاذ محمد إنه الخلطة الثلاثية إذا لم تريد أن تأخذها، أنت ممكن تأخذ السلمكي أو أي شيء من عندك، وصفات من عندك. يعني هو لا يروج للخلطة الثلاثية، هو تكلم بالصدق. فهذا اللي حبيت أقوله بالنسبة للبصر. الحمد لله أنا يعني والله لدرجة إني أجد كأنه بصري يعني ما شاء الله، صرت أشوف أشياء وأنا ما كنت أشوفها، يعني أشوف النقطة، أشوف نعم. أشياء. أقول لأختي هذه كانت هنا ما كنت أنتبه لضعف النظر، فصرت أنتبه الحمد لله. وأستمر يا أستاذ محمد، ولا يهمك الحاسدين يعني في أي مكان، الناس الجهلة في أي مكان للأسف، نعم. الناس المحبطين في أي مكان. لكن في حاجة أبغى أقولها أنا، يعني لاحظتها يا أستاذ نعم. محمد، يعني أتمنى إنك أنت الناس اللي دائما يعني مؤيدين الحمد نعم. طلعهم، يعني تكلموا عن ملاحظاتهم غير الشهادات، ملاحظاتهم أو الأسئلة. أنا لاحظت إنه الحمد يعني ربما للناس المرضى روحيا لا يستطيعون إكماله، لكن ربما يعني يرجع له مرة أخرى، يقطع ويرجع، لأنه بسبب المرض الروحي، لأنه هو يقوي على العارض. أنا هذا وجدته، نعم. وجدت علي وعلى أحد يعني من قريباتي. بس كنت نعم. بسألك يا أستاذ محمد، بالنسبة للمدخنين، هناك يعني عندي ابن أخت لم يستطع أخذه، لأنه لابد يكون فرق بينه وبين التدخين، وهو صراحة شره في التدخين شوية. فإيش الحل للمدخن؟ نعم. ليس شرط. التدخين لا مشكلة فيه، يعني الأكل الذي يؤكل غير صحي ويمزج مع حمض اللاكتيك هو المحظور. أما إذا كان يدخن يشرب حمض اللاكتيك، وبالعكس سيفيده، ينظف له الدم وكذا. فتأثير السجائر سيكون يعني أقوى. إذا كان يدخن كميات كبيرة من أجل تعكير المزاج، فهو سيضطر إلى تقليل الكمية مع مرور الوقت، كلما يعني نظف الجسم والخلايا لا والاستشعار. يترسب يعني لا يترسب في نعم. في الدم، يعني حينما يشرب، يعني إذا تناول التدخين وأخذ الحمض، لا يكون هناك يعني خطر على الدم أو ترسب في الدم أو من هذا القبيل. لا، لا، لا.
لا لا، حمض اللاكتيك إذا مزج مع شيء في الجهاز الهضمي هنا يكون التأثير. وإذا كان الجسم مشبع بالسموم وكذا، إذا حدثت معه الأعراض يقطع لمدة يومين، يشرب الحمض ويشرب الماء ويتعرق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيفيد. الحمد لله. شوف يا شيخ، كمان في شهادة بالنسبة للزكام. أنا كنت أول يعني من الناس اللي لو إذا أحد جاء جنبي مصاب بالزكام آخذ العدوى مع حمض اللاكتيك. لو أخذت العدوى ورحت شربت حمض اللاكتيك اليوم ومثلا وغدا وغد الزكام يذهب، الاحتقان في الحلق يروح. يعني صراحة حمض ما في أي غبار، يعني ليس عليه أي غبار سوى إنه الذي لم يناسبه يا ربما هو ما لم يأخذه بالطريقة الصحيحة، أو هناك جهل أو عارض، ويتعوذ من الشيطان ويقرأ سورة البقرة ويأخذ الحمد، لا يتركه. صراحة أنا وجدت إنه صراحة جدا جدا الله يديك الخير والعافية لا، فادني. حتى جزاك الله خير. نعم. جزاك الله خير، آمين. شكرا بارك يا. الله فيك أختي. هذه الأخت من أي بلد معنا أنت؟ أنا من المملكة العربية السعودية من جدة. وجزاك سعد. على أي شرفين من المملكة العربية السعودية. بارك الله فيك أختي، نشكرك. يعني 3 أشهر وهي تشرب حمض اللاكتيك، نفع كما قلت لكم. يعني البصر، النظر، يحفز شبكة العين. إذا كانت الشبكة خاملة فهو يصفي ضبابية الرؤية. كثير من الناس شعروا بأن البصر عندهم بدأ يقل وضعف البصر، فحينما شرب حمض اللاكتيك أصبح الصفاء في النظر. لم تعد تلك الضبابية. لماذا؟ لأن شبكة العين عادت للعمل. لكن مرة أخرى أقول، هل كل الناس يعني سيحصلون على نفس النتائج؟ هنا على حسب الضرر الذي حصل بالشبكة. مفهوم؟ لأن هناك خلايا قابلة للإصلاح. الهاتف تذهب عند مثلا مصلح الهواتف، إذا كانت يعني الموصلات هذه احترقت يقول لك يعني لا علاج لهذا الهاتف. وهكذا الخلايا الموصلات تضررت بشكل كبير. على أي استمروا، لا تفارقوا. فبعض الأشخاص لن يعطيهم حمض اللاكتيك نتيجة إلا بعد سنة بالتدرج. استمروا، لا تفارقوا. نظام غذائي واستمر. الذي معنا على البث في الأسفل تفضل، مرحبا. والإخوان الذين معنا على البث من عنده شهادة على التطبيق الأسود نحن لا نستمر عليه إلا من أجل هذه الميزة. تفضلي، مرحبا. السلام كل من عليكم. عنده شهادة يكتب أنا السلام على عليكم. البث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي، تفضلي. وعليكم السلام. مرحبا. الله أكبر. أنا عندي تفضلي. قولون عصبي ورحت عند الأطباء وما نفعش فيا الدواء كاع. أنا من الجزائر. نعم. ما نفعش فيا الدواء. كي شفت هذا من الجزائر. كم سنة وأنت تعانين من هذا الجهاز الهضمي؟ سنين. هي مدة وسنين كاع. وانا عندي النفخ، عندي الانتفاخ والغازات. نعم. عندي الامساك حاد. صعوبة الإخراج. نعم. حاشاك وإلا خرجت خرجوا أسود. نعم. الحمد لله يا ربي. نعم. هذا مشيت الحمض اللاكتيك. شربته وانا في رمضان. بديته في رمضان، ثاني يوم من رمضان وانا نستعمل في رمضان. نعم. بغيته في شغل على جال السمنه. بغيت النسمه خاطر شغل نقصت. نعم. انا في الميزان أكثر من شهر. كي حكمني القولون العصبي والانتفاخ بغيته للسمنه. شغل ضعفت في الميزان. كنت 79 حتى نعم. وليت 60. شربتي حمض اللاكتيك، حصل معك نقص الوزن؟ انا حبيته لزياده الوزن. فقدتي 19 كيلوغرام. 19 كيلوغرام. هذه عندي خلعه قديمه. نعم. وعندي القولون العصبي، عندي الهلع، الوسواس القهري. كي شربت هذا الحمض اللاكتيك والحمد لله يا ربي،
والله